أهلا أعزائي المتابعين، فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين، وأغنية حزينة جديدة بعنوان حبك ما كانش حب. الأغنية الحزينة دي يا أعزائي المتابعين موجهة خصيصا للأشخاص اللي اتعرضوا للحب وبعدها اتفرقوا. يعني انت حبيت شخصية، والشخصية دي بعد ما حبيتها اتخلت عنك. ف يا أعزائي المتابعين، هنا بقى بيظهر دور الأغنية الحزينة دي في التعبير المجازي للأحداث اللي بتحصل. يعني هي أغنية حزينة معبرة بكل شيء. يعني أنا اخترت حتى أدق الكلمات في تأليفها علشان تطلع بهذا الشكل الجميل، وهتعجبكم، يعني هتعجبكم. بس محتاج منكم بس طلب بسيط قبل ما انسى. ياريت يا أعزائي المتابعين معدل الاشتراكات تزودوه على الآخر، ومعدل اللايكات تعلوه برضو على الآخر، ومعدل الكومنتات، لأن أنا شايف إن المعدلات دي لسه لحد دلوقتي يعني نازلة جدا، وشايف إن المعدلات نسبها مش جيدة إطلاقا. في معدلات أي نعم كويسة وحلوة ومتحسنة، لكن في بعض المعدلات الأخرى تؤشر إلى مؤشر أن القناة أصبحت في خطر كبير جدا. احنا عندنا هدف يا أعزائي المتابعين، اللي هو ايه؟ دخول مجال الفن والتمثيل. أنا نفسي أدخل مجال الفن علشان أكون نجم مشهور، علشان يبقى ليا جمهور. الجمهور ده بيحبني ويحب يشوف أي لقطة أعملها مهما كانت. نفسي أكون إنسان مشهور. مجرد ما تلاقي حد مشهور بيمشي كده في الشارع، الناس تتلم عليه عشان ياخدوا معاهم صورة، لأنه نجم مشهور. فأنا عايز أكون زيهم. عشان كده الهدف إن إحنا ندخل مجال التمثيل علشان الهدف يتحقق. مجال التمثيل هو الهدف النبيل. أعزائي المتابعين، ياريت تدعموا لايكاتنا في الفيديوهات. ياريت تحطوا لايكات، وياريت تحطوا كومنتات كتير جدا، وتقولوا رأيكم بكل صراحة. هل الأغنية الحزينة دي نالت إعجابكم ولا لم تنال إعجابكم؟ هل ينفع إذا أعجبتكم بجد نعمل لها جزء تاني، ولا مش عايزين نصدر منها جزء تاني؟ القرار قراركم والاختيار اختياركم. أنا مش هنفذ أي حاجة قبل ما انتوا تقولوا لي يا أعزائي المتابعين. وأنا دايما عند حسن ظني بيكم يا أعزائي المتابعين، لأني مش بس بحبكم، لأ، أنا بعتبركم أنا بعتبركم حتة من قلبي، بعتبركم جزء من لحمي وجزء من جسمي. أنا بعتبركم زي دمي اللي بيمشي في عروقي. فانتوا ما تعرفوش غلاوتكم عندي يا أعزائي المتابعين عاملة ازاي. انتوا غاليين جدا بالنسبة لي. انتوا غاليين، مش بس غاليين، انتوا عاملين زي الدهب. عارفين الدهب؟ اهو انتوا يا أعزائي المتابعين زي الدهب كده بالظبط. انا بعتبركم زي الدهب واكتر كمان. انا ما عنديش حد اغلى منكم يا أعزائي المتابعين، ولا هقدر في يوم اني احب حد اكتر منكم يا أعزائي المتابعين. انا بحبكم
يعني بطريقة لا تعقل. يعني أنا باعشقكم يا أعزائي المتابعين، باحبكم جدًا، جدًا، وباحب كل آرائكم اللي باسمع عنها في كل مكان وفي كل الدول اللي بتتابع المؤلف يوسف القناص. باحبكم جدًا، 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 جدًا يا أعزائي المتابعين، باحبكم جدًا. أشوفكم في فيديو جديد يا أعزائي المتابعين، باحبكم من القلب، باحبكم جدًا يا أعزائي المتابعين، مع السلامة.